بجد يعني. هو موسيماني دوت بيفكر ازاي؟ طب انت الفتره اللي فاتت دي كنت قاعد بتعمل ايه بامانه؟ كنت قاعد بتفكر في ايه وبتحل ايه؟ ولما انت خسرت الدوري قعدت تجيب مفتاح انبوبه وتضرب بيه دماغك وتقول انا غلطان يا جماعه وانا اسف واعتبروني عيل صغير وغلط والكلام ده مش هيتكرر. ولعيبه الاهلي قالت للخطيب احنا هناخد كل البطولات اللي جايه. انت يا موسيماني كنت بتحضر لايه ولا بتفكر في ايه؟ ما احنا قلنا ان حضرتك اي جيم مقفول بيتلعب قدامك بتلوس. الماتش جيم مقفول، هجمه مرتده، شكرا انت بتقعد تعيط جنبها. طب انت يا باشا يعني انت كنت بتحضر لايه؟ بامانه كنت بتحضر لايه الفتره اللي فاتت؟ ما هي دي ده اللي خسرنا الدوري. من اسباب اللي خسرتنا الدوري هو الفرق لما كانت بتلعب قدامك يا موسيماني جيم مقفول وهجمات مرتده ما كنتش بتعرف تعمل قدامها حاجه. طب انت الحل ايه؟ لما قلنا ان الاهلي محتاج 2 مدربين، واحد زي موسيماني في افريقيا عارف بيلعب الجيم ازاي وعارف لعيبه افريقيا شكلها ايه وانديه افريقيا بتفكر ازاي ويعرف يجيب كاس افريقيا ازاي. ادي موسيماني. ومحتاجين مدرب تاني للنادي الاهلي في الدوري المصري، فاهم بقى الفرق المصريه اللي اللعيبه تقعد تضيع وقت ويا ايدي. طب انت ايدك النهارده في الماتش الواد ايده وجعته قاعد نص ساعه برمي على النجيله يعمل ايه؟ طب ما تقوم على رجلك، قوم اطلع بره. ده ايه القرف ده؟ وبعدين هي الحكام ما بتديش انذارات للعيبه دي ليه؟ ما بيتمش فرض عقوبات على اللعيبه اللي بتضيع وقت متعمده وبتيجي في قدام الشاشه ان هو بس على الحكم انه ايده وجعاه ويرجع يغمز لصاحبه ولا. طب انت يا باشا انت كاتحاد كوره ما بتفرضش عقوبات على اللعيبه دي ليه؟ بعد ما بيعملوا التمثيليه الغتيته دي. ده بجد يعني بقت حاجه مقرفه، بجد بقت حاجه مقرفه من كل الفرق اللي بتلعب قدام الاهلي. حقيقي يعني تمثيل وقرف وبتاع. فانت بقى يا عم موسيماني فين يا باشا التطوير بتاعك لما انت قلت انا عيل صغير واعتبروني عيل صغير وغلط، عيل صغير وغلط وان شاء الله الموسم الجديد هتشوفوا بقى كلام تاني خالص. فين يا باشا؟ فين التكتيك بتاعك اللي احنا كنا بنقول عليه الوان تو هات، السروهات، الجناحات اللي بتجري وترفع والناس اللي بتدي الله يمسيه بالخير. فايلر هو اللي كان بيعمل الشغل ده بامانه يعني. كان بينزل يكسب اي في اتخن فرقه 3 و4 في الدوري. تبقاش الفرق تايهه مين اللي هيجيب جول، الجناحات ولا الهجوم ولا البلاي ميكر ولا مش عارف، تبقوا متايهين مين اللي هيجيب فيهم جول. كان الوحيد اللي عمل الشغل ده كان فايلر في الفتره الاخيره. فانت يا موسيماني بقى انت تيجي بقى في الدقيقه 70 تبدا بقى تلوص. اعمل ايه؟ اعمل ايه في الدقيقه 70؟ نزل لي كل المهاجمين. طب ما انت بهجمه واحده هتيجي عليك هتطير لك الليله. طب وانت فين يا ابني من زمان؟ انا مش فاهم انا. هو انت هي فكره ان انت منزل لي 40 مهاجم مش هيجيبوا جون، فين التكتيك بتاعك اللي هيوصلهم للجون؟ ما كل واحد فيهم فيه 5 ماسكينه، هيجيبوا جوان ازاي؟ وبعدين محمد طاهر انت شايفه من اول الماتش في اول 30 دقيقه تايه، مش فاهم هو بيعمل ايه. ولا باصه كوره صح ولا رفعه صح ولا جري ولا ثرو ولا في اي حاجه اصلا من طاهر محمد طاهر. سايبه لحد الدقيقه 70 ليه؟ يعني ما انت عندك هو كهربا دوت، يعني كهربا ده عامل لك مشكله نفسيه وانتوا مش اتصالحتوا وخلاص وبقيتوا حبايب والراجل محترم نفسه جوه النادي الاهلي. محمود كهربا هو كهربا ده قليل، ده كان نجم، هو طول عمره نجم. ده جايب الدوري ولا كان جايب بطوله الكونفدراليه للزمالك محمود كهربا. هو كهربا لما انت تنزله ده هو دي ماتشاته، نزله ممكن يخلص لك الماتش. ميكيسوني نزله، بس نزله وانت كسبان 1 كسبان 2. ده راجل اول يلعب يعني اول ماتش رسمي ما ينفعش تلعبه بطوله، نزله وانت كسبان. شوف بقى ميكيسوني بمهاراته بادائه بلعبه، الراجل فعلا النهارده مبين ان هو عنده مهارات ولكن في استعجال، عاوز يكسب حب الجمهور بدري، عاوز يكسب حب الاداره بدري. ما تفهمش في استعجال في الشوط وفي استعجال في الترقيص وفي استعجال، عاوز يعمل كل حاجه في النص ساعه اللي نزلها، عاوز يثبت نفسه. فالراجل ده ينزله وانت كسبان واتفرج عليه. احنا مش معترضين على ميكيسوني، بس انت الاولى عندك تنزل محمود كهربا اللي ممكن يخلص لك ماتش وعنده دوافع هجوميه كويسه جدا. انت بتنزل برده كمان في الاخر، حتى انت نزلت نزلت صلاح محسن. وانت يا باشا صلاح محسن انا مش فاهم
هو صلاح محسن بيتفرج على اللعيبه الاجانب ويجي يقلدهم هنا؟ يعني يا ريت بيقلدهم في الحرفنه والمهاره، بيجي يقلدهم في الطباع. انت شايف مثلا محمد صلاح بيأنن مع اسمه ايه التاني اللي بيلعب جنبه، ساديو ماني، بيأننوا مع بعض وكل واحد فيهم عاوز يجيب الاجوان ويكسب ومش عارف ايه. محمد صلاح بقى يتفرج على الحاجات دي ويجي بقى عاوز يطبقها في ماتشات الاهلي، ولا عاوز يباصي لشريف ولا عاوز يباصي مش عارف لمين، هو عاوز يجيب الجون مع نفسه ويبين ان هو مهاري وكرة. يا ريته بيعمل مثلا مهاره شكلها حلو، ولا بيعمل نيله في وقت زي الزفت في الدقيقه 80. بتلعب السهل يا عم، بتلعب السهل وخلص. ده ايه القرف ده بامانه؟ يعني ايه القرف ده؟ محمد شريف النهارده مش موجود، خارج نطاق الخدمه. خلاص الواد بقى يا جماعه بقاش بقى نقعد ننفخ وشريف المخيف شريف الحريف شريف هو الراجل بيجيب اجوان ومقابلها بياخد فلوس وخلصنا. خلاص هو الراجل سوبر ستار في النادي الاهلي خلاص. ما نقعدش بقى ننفخ في الناس وننفخ في اللعيبه ونحسسهم. خلاص هيبقى بالونه بعد كده، هيبقى بالونه. نعامله ونديله على قد القدر اللي بيديه للنادي سواء مهاجم وبتاع، ونحتفي بيه وكل حاجه، بس ما ننفخوش زياده عن اللزوم، لان احنا خلاص مش هنلاقيه بعد كده. احنا اوقات بنزعل لما كنا بنزعل لما محمد شريف يطلع بره وينزل مكانه والتر بواليا، ونقول ازاي ده محمد شريف رجليه عارفه الجون وبيخلص وبتاع. النهارده هجمتين مؤكدتين بيضيعهم زي السلام عليكم. النهارده علي معلول بيديله كورات بلسم، بيقول له خد يا شريف حط جون. حتى في اخر الماتش كان في ثرو كان ممكن يلعبوا القفشه، ما لعبوش لقفشه، قفشه اللي بيديله كل الثروهات واللعب. فيعني انا بجد بستغرب من المواضيع دي. وبرده محمد شريف عنده حته الانانيه عاليه، ما عاوز برده ان هو يعني ايه، حقه، من حق كل واحد انه يثبت نفسه. لكن احنا في وقت زي الزفت في الدقيقه 80 ولا 85 ما ينفعش تأنن بقى وتقول ده انا اللي اجيب الجون. ما تدي لصاحبك يا عم، خليه يشوط يحطها جون. ضيعها ليه؟ تضيع الهجمه وتضيع مجهود زمايلك وتضيع الفرقه وتحرق دم جمهور ليه؟ النهارده بسام بعيد عن ان انا يعني متحفظ على اخر ضربه جزاء، ان هو طالع خطوتين ثلاثه، وانا ما اعرفش يعني. حتى شفنا الحكم مسك الفار قبل ما يصفر نهايه الماتش ان هو هيعيدها وما عادهاش، قال لك لا جون. احنا بنشوف الاعاده بسام طلع خطوتين ثلاثه لقدام قبل الكره ما تتلعب. انا ما اعرفش ازاي الكره دي ما اتعادتش بامانه يعني. بس في المجمل بسام برافو. النهارده بسام بيثبت نفسه، واتمنى ان بسام يكون ليه مكان في الاهلي. حارس مرمى عظيم، عارف هو بيعمل ايه واعصابه هاديه في ماتش بطوله، ماتش كاس، اعصابه هاديه وبيضحك وبيصد كور بامانه. اللي يصدها حارس مرمى تقيل، بس النهارده بيصد 3 كور في ضربات الجزاء. بدر بنون وقفشه وشريف. ايه التألق ده؟ طبعا بنحيي محمد الشناوي، يعني بعيد عن يعني مش كلامنا مش عن ان احنا بنشكر في بسام، ان احنا ممكن يعني ما نشكرش في الشناوي. لا طبعا بنشكر في الشناوي لان هو عمل النهارده مجهود عالي في ضربات الجزاء، وكان بيعيد ان انت ممكن تكسب البطوله تاني في ضربات الجزاء وتهدر ويصد الشناوي، وتهدر ضربه الجزاء ويصد الشناوي. احنا ما بننكرش حق الشناوي، لكن بجد شابوه، لان هو اكتر كان الاختبارات عليه اكتر من محمد الشناوي في طول الماتش. صد كورتين كان ممكن فعلا يخلصوا. تألق في ضربات الجزاء، بجد شابوه بسام. بجد بقى برافو عبد الحميد بسيوني، مع اني معترض يعني مش بحب اشكر في الزملكاويه قوي، بس بجد لازم هو بيجبرني عبد الحميد بسيوني ان انا اشكر فيه. برافو راجل قاري الاهلي عامل ازاي ومشى الجيم على مزاجه. هو الراجل عاوز يوصل في الاخر ان هو يلعب ضربات جزاء، لا برافو، هو مشى الماتش على مزاجه ومدرب لعيبته ازاي يلعبوا ضربات جزاء، والعيال حافظه هيشوطوا فين والشناوي بيترمي ازاي ده انت عندك بسام، انت منزل يعني، انت موسيماني منزل بدر بنون في اخر دقيقه علشان يلعب ضربه الجزاء. ومحدش فينا يقدر ينكر ان بدر بنون من احسن اللعيبه اللي بتلعب ضربات جزاء. بس هل بدر بنون او اي حد من اللي حوالين بدر بنون ما يقولوش غير الزاويه، ما تشوطهاش في نفس الزاويه اللي شطها على بسام في ماتش كاس مصر اللي فات؟
نفس اللعبه، بسام حتى طار لفوق ما فكرش. اول بدر بنون اول الحمد لله ان بدر بنون جاي عارف هيلعبها فين. طب انت غير، ده هو نفس حارس المرمى بنفس ماتش البطوله، رايح تحطها له برده في الزاويه اللي على شمال الحارس فوق. محمد بسام ما ترددش، ده طار كده، هو عارف هو هيعمل ايه. فبجد شابوه عبد الحميد بسيوني، فهم يعني، اثبت ان هو راجل مدرب فاهم في التدريب، فاهم هو بيعمل ايه، قاري فرقه الاهلي كويس قوي، عارف يقفل قدامهم ازاي، مشى الماتش على مزاجه، عارف يوصل لضربات الجزاء، وقدر ان هو فعلا يكسب ضربات الجزاء ويفوز ببطوله السوبر. وكفايه الفرحه اللي احنا شفناها بجد، ودموع الفرحه اللي شفناها على اللعيبه وعلى عبد الحميد بسيوني، بجد دي اجمل مكافاه ليهم. فبرضو يعني الواحد زعلان ان هو كاهلاوي ان هو زعل بطوله السوبر، ولكن برضو ما يبخلش انه يقول برافو لفرقه عملت مجهود كبير قدام النادي الاهلي ومذاكراهم من بدري، بعكس النادي الاهلي اللي كان تحس ان فيه استهتار وعدم تركيز ولا مبالاه من اللعيبه ومن الجهاز الفني بالماتش. بجد برافو فرقه طلائع الجيش، تستحقوا البطوله. برافو عبد الحميد بسيوني، برافو بسام، برافو احمد سمير، كان عامل ماتش هايل النهارده. احمد سمير اللي الاهلي كان معروض على الاهلي انه يجي، والراجل يعني مقدم تسهيلات عاوز يجي الاهلي، هو احمد سمير، والاهلي في الاخر ما جابوش. طب ليه؟ لعيب محترم، لعيب سوبر، عامل النهارده ماتش عالمي، عامل ند مع علي معلول، ويعني علي معلول قال له اهدى يا راجل، قعد يضحك في الاخر. لا بجد شابوه لعيبه طلائع الجيش. في لعيبه طبعا في النادي الاهلي يشكروا، عندك اكرم توفيق ما شاء الله رغم كل الحوادث اللي في وشه وفي جسمه، لكن بيأدي اداء رجولي واداء ممتاز بجد. برافو اكرم توفيق، عامل ماتش حلو، ماتش جيم حلو. كمان اللعيبه اللي بتتعمد، يعني انا بشوف اكرم توفيق ده اكتر واحد بيتصاب بسبب ان هو بيعقد الوينجات. يعني الواد النهارده داس على وتر اكيليس، الواد دوت بجد يعني انا لو في ايدي مسؤوليه ما لعبوش كوره تاني الواد ده. انت كده بتضر واحد بقى، سيبك ان انت بقى اهلاوي ولا زملكاوي، ولا انت كده بتضر واحد في مهنته وفي اكل عيشه وفي صحته. انت ممكن تقطع له وتر اكيليس يا ابني بالخطه اللي انت عملتها له دي، دوس بالكنجه بتاعتك على وتر اكيليس على اكرم توفيق. طب انت مش قادر تسد قدامه، هيعمل لك ايه يعني؟ انت تموته بجد. يعني يا ريت يكون في عقوبات للعيال اللي بتتعمد تاذي اللعيبه، يعني حرام حرام بجد، يعني ده اكل عيشه ومهنته. في النهايه انا هارد لك للنادي الاهلي، اتمنى ان موسيماني يراجع نفسه زي ما هو قال، ويلاقي حلول بقى للجيمات المقفوله، يلاقي حلول للهجمات المرتده اللي ممكن تتعمل عليه، اللي بسببها كانت سبب قوي خسرنا بيها الدوري اللي فات. من ضمن الاسباب القويه دي كانت غلط من عندنا مش هننكره. لازم الموسم الجديد هنعتبر ان ماتش السوبر ده انذار قوي للنادي الاهلي وللاعيبه النادي الاهلي وللجهاز الفني للنادي الاهلي، لموسم ممكن يؤدي بينا للموسم اللي فات، ونرجع في اخر 3-4 ماتشات لايسين ومش عارفين نعمل ايه، مش عارفين بقى الناس بقى مين اللي ضدنا ومين اللي علينا ومين اللي معانا، ونقعد ندخل في حوارات. لا احنا نخلص الموسم بتاعنا بدري زي ما كنا بنخلصه كل سنه بننهيه. فيا ريت بجد نلاقي حلول قويه للجيمات اللي بتتقفل علينا ونعرف نخلص الماتش. هارد لك للنادي الاهلي، لسه قدامنا بطولات كتير، لسه قدامنا بطوله الدوري، عندنا سوبر افريقي لازم نركز فيها كويس جدا ونحضر لها كويس جدا، عندنا كاس عالم للانديه، عندنا بطوله دوري ابطال افريقيا داخلين عليها. لازم نحضر كويس لكل الكلام ده، وان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي في كل البطولات دي. كمان برافو نادي طلائع الجيش بلاعيبته بجهازه الفني بعبد الحميد بسيوني، برافو ليهم، وبرضه نتمنى لهم التوفيق في بمجهودهم وادائهم وطاقتهم. اتمنى ان الحافز اللي كانوا بيلعبوا بيه قدام النادي الاهلي ده يلعبوا بيه في كل الماتشات، سواء في الدوري او
في ماتشات الكاس اللي جايه او في يعني الكاس اللي بعد ده يقدروا ان هم يلعبوا بنفس الروح وبنفس القتاليه دي. والسلام عليكم.